أم إبراهيم شيكا بتثير الجدل وبتطالب إن هي تستخرج جثة ابنها وبتقول أنا متأكدة ابني ما ماتش بسرطان. تعال أقول لك إيه اللي حصل. وبعد الأقاويل المنتشرة كتيرة جدا، ومروة بنت الرئيس اللي اتهمت وفاء عامر وغيرها بالتجارة في الأعضاء، وإن هم أخدوا فص من الكبد بتاع إبراهيم شيكا، وإن هم بيعوه الكلى بتاعته والكلام ده كله. جت دلوقتي ام ابراهيم شيكا بتطالب باستخراج جثمان ابراهيم شيكا من القبر، علشان هي متأكدة ان ابنها كان رياضي وان هو ما ماتش بسرطان. لما سألوها في اخر لقاء ليها قالت انا ابني رياضي ما ماتش بسرطان، ومتأكدة جدا ان هم خدوا فص من الكبد بتاعه وان هم بيعوه الكلى بتاعته قبل ما يموت. طبعا البلاغ اللي عاملاه ام ابراهيم شيكا الله يرحمه لسه قيد التحقيق في النيابه، لسه طبعا مش هيستخرجوا الجثه ولا حاجه لغايه دلوقتي. هنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل، هل فعلا هيستخرجوا جثه ابراهيم شيكا ولا لا، وهيستجيبوا لطلب امه ولا لا. انتوا بقى قولولي في كومنتات.